صباح الخير وصباح العسل وصباح الجمال على مشاهدينا وأعزائنا، واللي إحنا بنعزّهم بصراحة ونحب نجيب لهم كل جديد وكل حاجة حلوة إحنا بنعملها. النهارده بقى قُلنا نفطر معاكم ونعمل الفطير الحلو الجميل ده الدهبي المورق، الحاجة الخطيرة دي هنعملها معاكم كده حاجة نفطر بيها، يا ريتكم تجربوه وتقوموا تعملوه على طول أول ما تشوفوا الفيديو. لو عجبكم بقى الفيديو كمّلوا بس بقية الفيديو للآخر، لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير. شايفين حبايبي شكله وجماله، ومقدمين معاه جبنة قديمة حرشة كده حلوة وعسل بالطحينة والجبنة بالطحينة. يالّا معايا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول المقادير بتاعتنا ونقول هنعمل إيه. أول حاجة هنجيب بولة كده وكيس دقيق حوالي كيلو دوّة متعدد الاستخدامات، هو أي دقيق ممكن ينفع الوصفة ديّة، بس أهم حاجة العجن كويس وتدّي له حقه في العجن. معاكم هيبقى معانا حوالي كوبايتين ونُص من المَيّة، طبعًا أنا ما باحطش كوبايتين ونُص إذا احتجت النُص الأخير، أنا باحط كوبايتين في الأول وبادوّب فيهم معلقتين سُكّر ومعايا ربع معلقة ملح صغيّرة ومعلقتين سُكّر كبار، هابدأ أقلّب المَيّة بالملح، هنقلّب بالشكل ده، شايفين حبايبي؟ لحد ما يدوبوا معايا خالص في قلب المَيّة وأبدأ أورّيكم هننزل بالدقيق. طبعًا الوصفة دي من أسهل الوصفات، بس الناس بتستصعبها، مع إنِّك لو جرّبتيها والله هتبقى معاكِ جميلة وهتعمليها وهتبقى حلوة وبس جرّبي بس وأنتِ وما لكيش دعوة. شايفين حبايبي؟ أنتم بعد ما تشوفوها إن شاء الله هتجرّبوها وعلى ضمانتي على فكرة. شايفين؟ أحلى فطار وأحلى حاجة لولادِك وأحلى حاجة تفرّحهم ولا تشتري من برّه ولا تبقى حاجة مش مضمونة. وطبعًا الحاجة غليت دلوقتي، فأنتِ أمّا تعملي في البيت بتبقى أسهل وأحسن، أنتِ بتجيبي الدقيق بتاعِك يعني بدل ما هتجيبي فطيرة واحدة بمبلغ هتعملي 4 فطيرات بالكيلو الدقيق ده فطيرات كبار، ممكن تعملي 10 صغيّرين. شايفين حبايبي بدأت أنزل بالدقيق بعد ما السكر داب معانا في المَيّة والملح، هابدأ أنزل بالدقيق بتاعي، لو احتجت مَيّة هاخد النُص كوباية، ده حسب الدقيق اللي أنا باستخدمه، في دقيق بيحتاج مَيّة أكتر، في دقيق بيحتاج مَيّة أقل. شايفين حبايبي قلّبت طبعًا كلّه بالمعلقة، أبدأ أنزل بإيدي طبعًا أعجن، أنا ما باحبش يا جماعة ألبس جوانتيات وأنا باعجن لإن ما باعرفش بتلبخ. هنبدأ دلوقتي هنعجن بيهم، هننزل بالمَيّة بتاعتنا بقيتها، إحنا بننزل تدريجيًا طبعًا، وإذا احتاجنا النُص كوباية إحنا بنحطها، بس تقريبًا كده أنا احتجت النُص كوباية، تمام. هنبدأ نعجن معاكم وتشوفوا شكل العجينة، شايفين؟ هابدأ لحد ما تبقى معايا عجينة ناعمة وطرية في إيدي أعرف أشكّل. ما شاء الله، حاجة كده جميلة، جميلة، ما شاء الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين بدأت خلّصت كده، أنزل بقى بمعلقتين زيت عليها عشان أسيبها بقى كده ترتاح حوالي ساعة، وأبدأ بقى أفتح عليها بعد كده وأبدأ أقرّصها معاكم وتشوفوها. طبعًا بعد ما عدّى الساعة معاكم، هابدأ بقى أشكّلها معايا، هتعمل حوالي 10 كِوَر بالشكل ده، 4 كبار والباقي ال6 صغيّرين، تمام. شكّلتها وهاسيبها برضه بعد ما أشكّلها ترتاح نُص ساعة، وبعد كده أبدأ أفرد معاكم، هتشوفوها حبايبي دلوقتي وأنا باعملها، شايفين؟ ده التشكيل بتاعي، بدأت كده خلاص بعد ما عدّى نُص ساعة بدأت أفرد، أنا طبعًا عدّى منّي جزء في الفيديو معلش آسفة جدًا، المرّة الجاية أوعدكم هاعمله لكم من أوله لآخره. هابدأ أفرد معاكم الفطيرة برضه وتشوفوها، بس هو الفرد عامةً سهل، أنا بافرد بالزبدة ومن الطروف من النُص للطرف، وأبدأ معاكم أسوّي على درجة حرارة 200 وأبدأ أشغّل الشواية، وأول ما تبدأ خلاص كده معايا، هابدأ بقى أقطّعها معاكم لإن هي سخنة دلوقتي، فأنا باقطّعها بعد ما بتبرد شوية، وأبدأ تشوفوها معايا. لو عجبكم حبايبي الفيديو ما تنسونيش حبايبي بقى في الاشتراك في القناة، وفعّلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل حاجة جديدة أنا باعملها، فعّلوا زر الجرس على الكل. أشوفكم حبايبي في فيديو جديد وأشوفكم على خير إن شاء الله.
أعمل لكم أحسن حاجة وتشوفوها معايا إن شاء الله في القناة. شايفين حبايبي لونه دهبي وجميل ما شاء الله مورق، حاجة كده جميلة. متنسونيش حبايبي بقى وتشوفوا الفيديو من أوله لآخره. هو سخن، أنا ماسكاه بمنديل على فكرة، ما أنا مش عارفة بصراحة، لإن أنا عايزة أعمله لكم بسرعة وتشوفوه. شايفين منظر التوريقة والطروة ما شاء الله.